السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله بإذن الله في فيديو النهاردة هتكلم مع البنات اللي هم لسه بيجهزوا وكده، واقول لهم ايه اهم حاجة لازم يجيبوها في جهازهم، وايه الحاجات اللي ملهاش لازمة انك تجيبيها. وبصراحة انا نفسي كنت اتمنى ان انا اكون عملت كده قبل ما اتجوز، بس انا حبيت ان انا اعملها لله عز وجل ليكم، واقول لكم التجارب بتاعتي مع الحاجات دي. نبدأ كده قبل ما نبدأ بسم الله، ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. لو أنت أول مرة بتشوفيني اشتركي في القناة عشان يوصلك مني كل جديد، ولو أنت مثلا عجبك الفيديو دوسي لايك، ولو حاسة إن الفيديو ده هيعجب حد من أصحابك اعملي له شير لعل يعني إيه ينفعه. أول حاجة حبيت أتكلم فيها هي الحلل. أنواع طبعًا أنواع الحِلَل كتير جدًا في السوق. في حِلَل زي السيراميك أنا ما بافضّلهاش خالص، لإن السيراميك زي ما أنتم ما شايفين كده أنا جرّبت منّه القلايات دي، بصراحة مش عملي خالص، مش عملي، القشرة بتاعته خفيفة، بيبدأ يتهلك معاكِ بسرعة ويبوظ بسرعة. تاني نوع طبعًا أنا ما بانصحش إنِّك تجيبي السيراميك في الحِلَل أو في أي حاجة، لإن مش عملي خالص. تاني نوع من الحِلَل هو الجرانيت، وأنا بانصح إنِّك تجيبي هُم طقمين أو 3 بالكتير أوي، أهمهم طبعًا الstainless اللي هو شايفينه ده. تاني حاجة وتجيبي stainless نضيف. تاني حاجة الجرانيت، الجرانيت حلو أوي وبيستحمل عن السيراميك بكتير، فبدِّلي السيراميك بالجرانيت. حاولي وأنتِ بتجيبي الطقم الstainless تجيبي مقاسات خاصة من اللي هي الكبيرة، لإنها تنفعِك جدًا في بعض الأوقات وفي العزومات. الطقم التيفال لو حابة تجيبيه جيبيه، لو مش عايزة تجيبيه بلاش، استغني عنه واكتفي بالستانلس بكل مقاساته، واكتفي بالجرانيت، وهاتي طقم مثلًا زي الصاج هاوريه لِك ده. الصاج ده عملي جدًا، بس ممكن تستغني عنه ما فيش مشكلة، لكن هو عملي جدًا في سليق المكرونة بُصّي عملي في يومِك، بتعملي فيه كل حاجة عادي يعني، بس ما بتطبخيش فيه طبخ كامل زي الستانلس. يبقى أنا قُلت لِك إن الstainless مهم جدًا بكل مقاساته. الجرانيت استبدليه بالسيراميك. لو عايزة تجيبي التيفال هاتيه نوعه يكون كويس جدًا، بلاش التيفال اللي هو ال اللي قشرته خفيفة ده ومش ماركة، ما بيبقاش حلو خالص وبيبوظ بسرعة. بس حاولي إن أنتِ تختاري من ال4 أطقم دول 3 أطقم تستعمليهم بجد. أنا حطيت لِك 4 أوبشنات أنا استعملتهم وعجبوني جدًا، فحاولي إنِّك تجيبي 3 بلاش تزوّدي، لإن أنا بصراحة الجرانيت ما باستعملهوش خالص، ما استعملتش غير الجريل بس. أنا مكتفية بالستانلس وبالصاج حاليًا. وطبعًا دي الحلة بتاعة الكسكسي اللي بنعمل فيها، لازم تجيبي منها طب وأنتِ بتتجوزي لإنها حلوة أوي وأساسية من الجهاز بتاع العروسة. جيبيها بقى صغيرة، جيبيها كبيرة، أنتِ وأسرتِك أو أنتِ واحتياجاتِك. لو أنتِ داخلة في بيت عيلة هاتيها كبيرة، لو أنتِ هتتجوزي لوحدِك بس هاتيها صغيرة عادي. كمان أنا هاكلمكم النهارده على الصواني بكل أنواعها. الصواني مهمة جدًا في الجواز، خصوصًا الصواني الألمونيا، لإنها بتنفع معاكِ في الخبيز، وبتنفع معاكِ في الكيكات، وبتنفع معاكِ في كل حاجة. الصواني في منها المربع، وفي منها المدوّر، وفي منها بتاع البسبوسة أو البيتزا. بتنفع لكل حاجة. هاتي طقم من المربع اللي هو 3 قطع، وهاتي طقم من المدوّر، وهاتي طقم دي بتاعة البسبوسة وكمان بيتزا، وبنعمل فيها رقاق عادي. ودي اللي هي المدوّرة الغويطة لازم تجيبي منها طقم كامل. في عندنا أطباق stainless ممكن تستغني عنهم وممكن تجيبيهم، ممكن تستغني عن اللي هو المسلطح ده على أساس لو أنتِ مثلًا ما بتحبيش الفتة والكلام ده، لكن لو أنتِ بتجيبي الغويط ده هينفعِك زي البولات، هتستعمليه كإنه بولة عادي. فاستغني، هاتي طقم واحد بس بلاش الاتنين. الصاجات طبعًا مهمة جدًا في الجواز، لازم على الأقل تجيبي 2 يكون شكلهم كده إيه، يعني حجمهم يكون كويس بيدخل عندِك الفرن، لإنهم هينفعوكِ كتير جدًا بعد الجواز. فدي حاجات مهمة جدًا حبيت إني أقولها لكم، لإن بجد أنا كنت أتمنى إن غيري يقول لي لأ ما تجيبيش ده.
وكفاية مثلًا كام طقم بس أو كفاية ده وجيبي ده والكلام ده. طبعًا في مشهور ال3 أطقم ال3 صواني بتوع الكيكة اللي هُم بيتفكوا وبيتركبوا تاني دي، دي ما لهاش لازمة خالص، بانصحِك ما تجيبيهاش، لإنها بتخرّج الكيك منها ومش بتبقى محكمة الغلق وتاني حاجة الكيك بيكون عايز حاجة فاتحة زي الألمونيا، ما بيبقاش عايز حاجة غامقة زي دي كده. فبلاش استغني عنها، استغني عنها، بيكون واحدة مدوّرة وواحدة مربّعة وواحدة قلب، الطقم ده بلاش تجيبيه، هو منظر على الفاضي. دي طبعًا عندي بدل بتاعة اسمها إيه، بتاعة الكريب، فهاتي صينية للكريب جرانيت أو تيفال أو أي حاجة هتنفعِك جدًا. فهاتي واحدة بس مقاس يكون عاجبِك، وهاتيه واحدة بس، بلاش تنوّعي منها كتير. دي المصافي، المصافي مهمة جدًا في الجواز، هاتي طقم الستانلس المصافي اللي هي بمقاسات مختلفة، لإنه هينفعِك. المصفى دي ستانلس اللي هي بتكون مخرّمة من كل الجهات، دي كمان هتنفعِك جدًا، وأم رجول هتنفعِك جدًا، جدًا. المصافي مهمة جدًا لإنِّك لمّا بتيجي تعملي كذا حاجة جبتِ خضار بكمية وهتبدئي إن أنتِ تصفّي بتكوني محتاجاها. كمان المصافي بتحتاجي منها البلاستيك مش بس الستانلس ولا الألمونيا، بتحتاجي منها البلاستيك كمان. أم رجول دي هتنفعِك جدًا لإنها بتبدئي توقّفيها في قلب الحوض عادي، ما بتبقاش لامسة الحوض ودي أريح حاجة فيها، أنا باستعملها كتير أوي. ممكن ال3 مصافي اللي هُم الستانلس تجيبي لو في فرداني تجيبي مثلًا المقاس الكبير والمقاس الصغير أوي بلاش الوسط، كده تبقي أنتِ ما جبتيش ال3 مقاسات، وفي نفس الوقت هيوفّر لِك في الفلوس، وكمان هيوفّر لِك في إنِّك أنتِ ما يبقاش عندِك كركبة في المطبخ أكتر. أنا أتمنى إن يكون الفيديو عجبكم، وبإذن الله كده أكون أفدتكم بكل معلومة عندي، وأتمنى يا رب إن أنا أكون خفيفة على قلبكم. لو أنتِ حاسة إن الفيديو ده هيفيد واحدة صاحبتِك بتجهّز وبتجيب كتير أو عاطل في باطل كده، حاولي إن أنتِ تدّيها الفيديو ده أو تشيّريه لها علشان خاطر تسمع كلام الناس اللي اتجوّزت وعندهم خبرة مثلًا بالحاجات دي، فتبدأ تنفّذ اللي إحنا بنقوله. أسيبكم على خير في حفظ الله.